الاستاذ رمضان بقاله اسبوع ما بيجيش. يا عم عنه ما جه، تكلمني حاجه عدله. ايه ده ايه ده ايه ده؟ نجلاء اتجوزت. عشان كده مش عارف اوصل لها. ده يكون رمضان. يا ابني انت اهبل. رمضان هيتجوز نجله وجدي. واحنا نحل نفسنا ليه؟ ده انا كان مشاوي. ايه؟ 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 لا بيرن. طب ما تقول بيرن. شوقي يو ازيك؟ رمزي. ايه يا نجلة؟ ايه؟ 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 ايه يا اخي؟ نجلة اتجوزت رمضان. ايه؟ في ايديك قوة تهد جبال، في ايديك قوة وعليك صبر وطولة بال، وعينيك حلوة. ايه ده؟ انت عينيك عسلية؟ عسلية؟ مش عارف، امي كانت دايما تقول لي انها كحلي او طوبي، بس انا ما بركزش في الحاجات دي. كحلي؟ ايه دي بيتزا بالسي فود تستاهل بقك يا روري. ثانية واحدة في الفاتورة. فاتورة ايه بس يا رمضان؟ انا حسبت، انا عازمك. عليا الطلاق بالتلاتة، ان ما جبت الفاتورة لطلقك وارميكي في الشارع اللي كلاب السكك تنهش في لحمك. هات يا بنت. احنا مش خلاص بقينا شخص واحد يا رمضان؟ لا يا اختي شخصين، وطول ما اني عايش انا راجل البيت دي وانا اللي اصرف، اما موت يبقى اصرف انت، فاهمه ولا لا؟ اهدي. يا نهار اسود منيل، 126 جنيه، وانا ايه اللي خلاني ثبت في الرجوله كده وحلفت عليها طلاق ونيلي؟ ما كانت دفعت وانتهينا، ما هي مراتي. لا ارجع يا رمضان، والله ما تدفع تعريفي. تدفع ايه؟ احنا نموت احسن. ايصال اماني، استلمتي انا المدعو رمضان مبروك ابو العمين حموده، مبلغ 126 جنيه. و20 جنيه بتوع ايه يا اختي؟ تبس. لا بقشيش بمزاجك يا اختي، انا بدفع اللي انا هدفعه انا ومراتي. ايوه ماليش دعوه بالتبس، وهذا ايصال امانه علي. رمضان خد يا بنتي حقك معاك يا بنت الناس، وما تعملهاش تاني. وبعد كده الطبيخ في البيت، مفيش اكل يجي من بره. 126 جنيه. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يا اختي انا باكل كده، هاكلها بالكرتونه بتاعتها. امسكي سلنتي بدول. مصمصي 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 لحد ما راجل البيت ياكل، بعد كده تشوفوا حاجه تاكلوها انتوا. عندنا الحريم بتاكل لما الراجل بيموت. جه طرف الهوا الشكي وانت ما تدركش يا جدع طرف شاور لي عليه حب الهوا ماشي، حب الهوا ماشي. مبروك يا عريس، مبروك ألف شكر ألف شكر، شكرا على حسن الاستقبال والحفاوة الجميلة دهيا. وإن شاء الله يعني عقبال ما تتخرجوا كده من كلياتكم وكل واحد فيكم يكمل نص دينه. بس انا زعلان منك قوي يا استاذ رمضان. في إيه يا رمزي؟ يعني تتجوز كده سكتي، ولا تقول لنا ولا تعزمنا، ده هنشرفك برضه، وبعدين عروسه مش غريبه قوي علينا يعني. يعني إيه يا أخويا مش غريبة عليكم؟ خلاص يا سيدي، كفاية اللي أنتوا عملتوه، أنتوا قمتوا بالواجب وزيادة. انما في سؤال عندي يا استاذ رمضان. لو في المنهج قولوا، بره المنهج ما تقولوش. نو نوت ريلي، مش في المنهج قوي، بس كلنا عايزين نعرف اجابته. إيه هو؟ هي نوجا هتبطل ولا لسه شغاله؟ يا راجل انت تبطل ايه؟ شكلها كده الاستاذ هو اللي هيبطل. اسمع يا جزمة انت وهو، اي واحد هيتطاول هفرجه معاه، واي كلمة بره المنهج مش مسموح بيها، فاهمين ولا لا؟ كل واحد يطلع كتاب قدام منه. يلا يا بيه انت وهو. خير يا شوقي، جاي في ايه؟ خير ان شاء الله. هو في الحقيقه يعني طالما بدأت كلامك بالحقيقة تبقى بتكذب. ده حقيقي، انما بصراحه انا في الواقع في الواقع كمان دي كملت. ارغي يا شوقي، انا مش فاضيلك، عندي كراريس عايز اصححها. بالنسبه لنجلاء يعني. نجلاء مين؟ نجلاء مراتك. مراتي ما اسمهاش نجلاء، مراتي اسمها تفاح الزحلاوي، النمرة غلط. اسمع بقى يا استاذ رمضان، نجلاء ماضي عقود ولازم تنفذها،
افراح وحفلات غير شريط كاسيت، والمنتج ممضيها شرط جزائي لو ما نفذتش العقد. هاتي ورقه وقلم من جوه يا بنت يا تفيدي. هو كام يا اخويا الشرط الجزائي؟ كام؟ يما يا امي يا مصر. يمين بالله جاي ونفسي في الحمام. رمضان تو ما افتكرت ان لك اني زعلان تاني موصياك تقوم اول ما توصل مصر تنصمت. اقول لك ايه على السرعه اللي في مصر يا امي؟ الحياه بقت سريعه سريعه. طب تصدقي بالله الضلمه هناك الواحد ما بيشوفش ضلمه، والله ما بيشوف ضلمه. فجاه تلاقي شمس تدخل تروح فاتحه الضلمه بقى فيه جنان يا امي. ايدي كابوس هي. وانت بقى عامل ايه؟ طمني. والله يعني مش ولا بد، داني جاي بصراحه ناوي ابيع القراطين اللي حيلتني واحتمال ارهن الجمل. تبيع ايه؟ ليه؟ خلصت كل الفلوس اللي معاك؟ خلصت الفلوس ايه يا ام؟ بقول لك الحياه سريعه سريعه. تصدقي بالله يعني في مصر بفك ال5 جنيه ما فيش 24 ساعه ليها 4 جنيه في جيبي، ده غير مصاريف الجواز. يا انت قاعده اللي راكب البطه. بطة ايه ووزت ايه؟ تجوزت يا ولد؟ مش بقول لك الحياه سريعه في مصر يا امي؟ فجاه لقيت نفسي اتجوزت والله. ما ده هي لا تكون خلاف ما هي سريعه. لا يا امي مش للدرجه دي عيب. يا ملت بختك يا ام رمضان تتجوز من وراي. هم اهل مراتك يفرحوا واني لا. اهليها ايه؟ دي مقطوعه من شجره. يا ضناي لا يبقى لازم اروح ليه؟ من بكره رجلي على رجلك. تروح يا تنزل هتفطس البطه. يا اهلا يا امي امسكي يا بنت يلا على جوه. اهلا يا امي اهلا دار نور. اهلا يا حلاوه يا حلاوه. بيت مين ده؟ دي مش بيت حد يا امي، دي ايجار جديد بياخدوه الناس اللي ما معاهمش زي حالاتي يعني. موظف بقى. اهلا يا بنت يا تفاحه. امي جت تعالى عشان عايزه تمشي مستعجله. يا حلاوتك يا مصر. ازيك يا حاج؟ يا صلاة النبي يا صلاة النبي. تعالي يا اختي تعالي. هي ما فيهاش لحم ليه؟ اصلها بتحب السمك. سنيورة سنيورة. ربنا يخليكي يا حاجه. بس أنا بقول يعني إني شفتك قبل كده. هتشوفيها فين يما؟ انت طول النهار في البلد. شبه حد أني شفته. زي مين يما؟ أيوه افتكرت. شبه البنت المغنواتية دي اللي اسمها نجلة. استغفر أيوة الله نجلة. العظيم. بقى ابنك المدرس الفاضل يتجوز الرقص والمسخره والحاجات ده هي يما. أنا بقول شبه. ايوه شبهها ماشي. إيش جاب لي جاب؟ دي عروستني جمالها رباني، لكن دكة قطعت وشها يقطع الخميرة من البيت. وتطلع في التلفزيون زي الشيطانه ورقص. دي اراء دي اراء. لا وغيتتها. ايوه كل الناس تقول غتت بيكتبوا عنها انها غتت. هنعمل ايه؟ دي اراء اراء اراء. الدرجات يا رمضان. معلش بس دي اراء دي اراء ما لناش دعوه. احنا هنفضل في سيرتها السودا دهيا مش هناكل ولا ايه؟ بقول لك ايه يا عروسه، عايزاكي تاخدي بالك من رمضان. ازاي يا حاجه؟ ده سي رمضان في عينيا. اتفضلي اتفضلي اتفضلي. دي اراء اراء. نوره يما. ما شاء الله يا ما شاء الله. ايه ده كله؟ اتفضلي يا حاجه اتفضلي. حاجه بسيطه مش قد المقام. اصل سي رمضان النهارده الصبح بس قال لي ان حضرتك هتشرفينا. انت اللي عملتي كل ده؟ ومين اللي هياكل الاكل ده؟ بالهنا والشفا يا حاجه. عملت الاكل ده امتى وازاي؟ عملت ايه؟ ده دليفري طبعا. هات الفاتوره. فاتوره ايه بس دلوقتي يا رمضان؟ عظيم بيمين ابدا ان ما جبت الفاتوره لكون مطلقك ورميكي في الشارع لك لابس سكك تنهش في عظمك. طب خلاص بعدين. ماشي. الله الله الله. الله يكرمك يما. نفسك حلو في الاكل قوي. دي نفس الدليفري. لكن انت بقى غريبه. سبحان الخلاق. فوله واتقسمت نصين انت والبت اللي اسمها نجله. خلاص يما بقى كفايه السيره الزفره دي. الهي تولع مطرح ما هي متنيله قاعده. اراء اراء. ما عليني. خليك انت يا رمضان. شوف اللي يكون بتاع المجاري جاي يصلح البكابورت. بالهنا والشفا يما. انت عرفتي ولا ايه؟ اهلا 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 بعد الحبايب. اهلا 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 بالقمر اللي جاي. يا انت وحشينا نورت ليالينا. يا انت وحشينا نورت ليالينا. وتلموا الحبايب اتلموا الحبايب اتلموا الحبايب اتلموا الحبايب. حبايب حبايب قرايب حبايب قرايب حبايب. ايه يا عسوي جاي تهبب ايه يا استاذ رمضان؟ استاذ رمضان ايه وزفت ايه؟ اسكت. شوفي بقى يا ست الكل، احنا مش هنمشي من هنا ولا نتعتع من هنا الا لما تنزلي معانا. ان شاء الله هتتعتع على نقالي. هتنزل فين؟ رمضان مين دول؟
لا يا امي، دول قرايب العروسه جايين يباركوا لها. كل دول قرايبها؟ ايوه ولاد خالتي. طب مش تعرفني بيهم؟ عشان ما اعرفوا من الاول ياما. ها؟ طب مش تقول لهم اني مين؟ لازم تقول لهم ان انا امك، ولا يعني مستعر مني؟ لا انا مش مستعر، ابقى مستعر ده انت امي حبيبتي. يا جماعه الست دي امي. الست دي امي كيانة طول عمرها ما شالتش غير همي وانا اخر صبرها. الست دي امي، الست دي امي، الست دي امي. خلاص بلاش دي. ست الحبايب يا حبيبه يا اغلى من روحي ودمي يا حنينه وكل. يا ولادي الايه، عندكم عيد ام وانا ما عنديش، عشان كده كل الحبايب متجمعه. حبايب ايه؟ حبايب ايه؟ انت عايز ايه يا شوقي؟ مفيش، جاي اهني ست الكل، دي الاخضرات نازله عليها تلف، دي الناس مش مصدقه ان هي رجعت. شوقي ما تنتهزش الفرص، امي ما تعرفش اي حاجه. اللهم رمضان، ما تعرفش ان ابنها رمضان متجوز نجلاء الصبا يستاق؟ لا ما تعرفش يا غتيت، ما تعرفش، ولو عرفت هتتشل. يعني نجلاء اكيد نازله الشغل. تنزل المره دي يا شوقي، تنزل بس استر عليا. خلاص سيبنا نرحب بقى بالمامو بتاعك. يا دلي يا دلي حبينا حبينا يا شوها الجمال، يا شوها الجمال، يخلي في قلبه شاعر. مين ده؟ ده الاستاذ ايمن الاطرش، ابن خالة العروسه من لبنان. لبنان؟ هم هناك مش كلهم بيض؟ ايوه بس بعد عنك يا امي، الراجل ده ساكن في الحته اللي قامت فيها الحرب. اتحرق أيوة، يعني. اتحرق. ايوه والله الماما تيجي على لبنان تطلع الجبل تاكل فنتوش وتاكل كبده نيه وتاكل حلموس متشكرين والله، انتوا ناس اخر كرم، وان شاء الله النسب هيبقى خير ان شاء الله يا امه، ان شاء الله. مراتك زي السكري وبتحبك، حطها جوه حباب عينيك. حاضر يا امه. ولا اهلها ناس طيبين وكمل، اوعى تزعلهم. لا ازعلهم يا امه، ده اسمه كلام. المهم انت توصلي بالف سلامه على مهلك يا اسطى وانت ماشي. ها، ولو قابلتك لجنه في الطريق قول لهم انا معايا ام الاستاذ رمضان مبروك ابو العالمين حموده، اكتب الاسم عشان انا عارف انه صعب شويه. الف سلامه يا امه. قول لي يا رمضان، هم اهل مراتك كلهم رجاله كده؟ مفيش نسوان؟ ايوه يا امي بعيد عنك، ما بيعيش لهمش نسوان خالص. الحمد لله يا رب. يا رب يا ابني يرزقك بالذريه الصالحه نيت وذكورها. اللهم امين يا امي، توصلي بالسلامه ان شاء الله. خلي بالك من مراتك يا والد. عيل انت بس ياما ان ربنا يسترها معايا. قلبي وربي راضيين عنك يا ضنايا. مع السلامه يا امي.